لو اعرف انفصل وانت لا. شوفي هذه المسوده، راح اخليها ويا اوراق المناقصه المطبوعه. واذا شافوك؟ راح اخلق 1000 عذر وعذر حتى ادخل غرفه السكرتير واخليها على ميزه. اذا ما قدرت ادخل غرفه المدير، واذا حسوا بي وشافوني فدوه الك. المهم انت ترتاحين وبالك صافي ولا تفكرين باي شيء. عافية مو اخاف يشوفوك والمشكله تكبر وبعدين اني انفضح بالشركه. اعتمدي علي، انا احميك. هو صفر وشطبناه من المسوده، والشغله كلها راح تندب براس مسعود ابو النون. كيفك؟ لا تدوخين، خليني انا اتصرف. صدق اذا شافوني شلون؟ لا، الشغله يراد لها ترتيب ثاني حتى اضرب بيه عصفورين بحجاره واحده. شو رجعت؟ قلت هسه مو وقتها. يعني شنو؟ الظاهر اكو ناس بغرفة السكرتير. ايه. قلت اشوف لي فراغ واروح له. عايش بيك؟ اشو شايله هم الموضوع؟ يا معودة المسألة سهلة وما تحتاج للقلق ما دام لقينا مفاتيحها. مفاتيحها؟ ايش تقصد؟ واضحة، مسعود هو المسؤول، ايش يعني انا؟ اي بس مو قلت لك بسيطة. مو انت كنت تقول المسألة صعبة. فعلا لو ما انت بنصها كان صارت صعبة، بس لان انت طرف بيها فلازم تصير سهلة. كل صعب يصير سهل ما دام انت موجودة. لا تدوخين ولا تفكرين بيها، مسعود هو المسؤول وهو اللي لازم يتحاسب.
بلي استاذ مسعود، ترى اني خادمك، خادمك الصغيرون. اقول لك غافل، قبل شويه من صحتك شو طلعت 90 من لو فلوش. ها اي صحيح، لان انا تذكرت ما مخلي شاي بالشكر، قصدي شكر بالشاي. قول لي وين الحامض اللي وصيتك عليه؟ بعد ما مخدر. ما مخدر شنو؟ ده اقول لك حامض مو شاي. قصدي مستوى. استوى شنو؟ ايش بيك انت؟ وي عم انتوا يراد لكم طبيب مال اعصاب. حكيك در استاذ مسعود. زين اقول لك انت ايش بيك واقف اللي تعالج؟ ما اقدر، هنا احسن لي. تعال تخرب. دخيلك، ترى انا صاحب جهال. هاي حركاتك يا ويل غافل مو علي. حركاتك هاي مو خالية، وراها شيء. اكيد انت ضام علي فد شيء وما تريد تقوله. اي ضام لي فد سر، لان انت بهاي الشركه يسموك غافل ابو الاسرار. انت حتى المراه الحامل بهاي الشركه حاسب لها شو وقت تجيب. عيوني يا استاذ مسعود، خلي اروح هسه وبعدين ارجع لك. يعني اكو شيء. استاذ مسعود، المدير شافك لو لا؟ لا عاد اروح انا احسن. فدوة همزين راح الشهر. يلا وين ضاعت فلوسك يا غافل. اسوي لك هذا تمشي ومطفي يا غافل. حسون ستيرين، هو انا اللي مطفي. لو انت جيت الرون صاحي. اذا جزره وسطيه ماكو شو اسوي انا يابا. ليش ما نجيب شرطه يسوي لنا مخطط؟ عمي كافه تبكي، انا اعطيك فلوس معين كافه تبكي. اجمعتهم فلس درهم حتى اشتري التلفزيون واخليه بالغرفه واتفرج على الطوبه براحتي. والصبح اجتني دفعه من المدير، وهسه حسون ستيرن كسر لي الماعين. ولا صوت هذا استنى مسعود. قل لي انت تشوف للمدير وفضعه. مو اقتلتني بالمدير، شنو زعطوط وجايين يدورون علي؟ استاذ مسعود ما عليك بغافل، تروح هسه وخلينا نتفاهم ويا اخونا وحبيبنا استاذ مسعود. اروح لا تنسى الحامض. تفضل استاذ مسعود الورده، يا احسن ورده، جوريه ام الريحه، جنبده. اي والله جنبده، يابا موت الكرفه للجنبده الى ذلهقك. حسون ستيرن بدون مقدمات مال افلام، شنو ذني؟ قوائم تصليح سياره الشركه، ودعتك كملت من جيبي فوقها. حسون ستيرن تروح لو الوف بيك باللوفه. عمي سبق ان قلت لك هذني القوائم مو منطقيه مو اصوليه ما تمشي. ودعتك بس خلي لها شروخ تقوم تمشي. شروخ؟ اخلي القوائم شروخ تتنكت حضرتك؟ لا استاذ مسعود، قصدي اقول الحكي اخذ ورد، وانت سيد العارفين وابو المثل يقول الما يجي وياك تعال وياه، واذا حشر القير وما اجى على الواحد خلي على الثنين. والسلفه اذا قامت البوشه يابا الماكينه ما تشتغل الا بالدفع. يعني شنو الحكي راد له دفعات. ما دام عندنا شروخ كل شيء يندفع. شنو قير شنو بوشه؟ شنو تجاروشه مال حكي؟ اخي كل شيء ما فهمت منك. يا استاذ مسعود اقول لك الدرب هذا تقول لي لا ذاك، لا تندل ولا تخليني ادليك. فدوه فؤادي قلبي دوك على هذه وشرفك اللي تريده يجرى لك. يعني قصدك اوقع القوائم؟ ايه دنطقها من الاول، واليوم عشيك سمك مزقوف. الدنيا تضحك للشاطر، للهب بالريح، للي ما يشي رجله من سكريتر البنزين حتى لو الكابريتر تقتنق. يعني قصدك
اشترك وياك بالجريمه. ما راح نقتل احد، ما راح نقتل احد، شغله ما بيها دم. فعلا هو قتل الضمير شغله ما بيها دم. اللي يذبح ضميره ما يطلع دم، بس اللي يذبح ضميره فهمني شلون يعيش بدون ضمير. هم رجعنا على حكي الفقور، هذا هم شنصي يا معود اوقع لي اياها قبل ما يصير امرك. شنو تهددني؟ لا العفو استاذ مسعود، قصدي اقول الدنيا مو امان، كلها بعد ساعه ساعتين وتتغير الامور. يعني تريد تفهمني بان المدير من طرف خفي له علاقه بهاي القوائم؟ بس المدير جابه بالوسطيه، كل من يحود النار لقرصته، يوقع لي اياها قبل ما يخش المدير بالوسطيه، وبعد توقيعك ما حد يشتريه فلسين. احترم نفسك. هم اجي وياك، انت بس وقع لي هاي القوائم ولو فلوسها مو هالقد. انا ادري انت ما توسخ ايدك بشغلات صغيره، لين جيوبك مليانه فلوس من ورا صفقه المناقصه. مناقصه؟ اي ما ينضم شيء، وانا هم ارد اعيش مثل ما يعيش غيري. ارجوك توقع لي هاي القوائم، والك ثواب والحسنه ب10 امثالها، وقوم تعاملت ما ذلت. انت صدق ما تستحي ولازم افضحك يا ناس. الحبيب بيش دا يفكر؟ دايخة. مريضة؟ لا. بعد ليش هالصفنة؟ دا أفكر بالموضوع. موضوعنا؟ لهالدرجة شاغلك موضوعنا وما أدري؟ أنا دا أفكر بموضوع مسعود. أوه، مو قلت لك المسألة بسيطة وما تحتاجين تفكرين بيها. إي بس بالنسبة إلي ما انتهت. أنا دا أحس بتأنيب الضمير. يا بنت الحلال، الضمير ايش دخله بهيك مسائل؟ هاي مسائل صغيرة. إي بس أنا خايفة من النتيجة. ركبتي قدامك حبيبة، لا تدوخين راسك بهيك أفكار. إذا نخلي الضمير بكل شغلة معناها ما راح نقدر نعيش. حضرة السكرتير، هذا استاذ مسعود، هاي انت وين واحنا ندور عليك؟ استاذ، هذا حسوني كلاوتشي حرامي، هذا حرامي، واريد اشوف المدير حتى اقول له على البوق بالتصوير بالشركه. اوكي، غريبه، هو المدير يريد يشوفك على مود هذا الموضوع. انت تعرف ايش سويت استاذ مسعود؟ ايش سويت؟ رحت المستشفى؟ لا مو المستشفى، قبل المستشفى انت سويت جريمه. انا مسوي جريمه؟ مو قلت لك استعجل ووقع حتى تحصل على ثواب؟ انت سويت جريمه ما تغتفر بحق الشركه. انت جديد ان شاء الله يخليك. انا بعمري كله دجاجه مذابح، حتى ذاك اليوم طلع العيد رادوا يذبحون قهرت عليه بجيت عطلي انهزمت، حتى غدا ما تغديت منه. اي نعم بلي، دجاجه ما تذبح، لكن تذبح بشر. انت تهجم بيوت، انت تهدم عمارات، انت قنبله اسمها مسعود. يا معود راح تقابلوني؟ يا معود شنو ذنبي؟ فهموني شنو ذنبي؟ السيد مدير الشركه امر بتشكيل لجنه تحقيقيه، واللجنه هي اللي راح تقرر. تقرر شنو؟ على التلاعب، على الخساره اللي يريد تسببها للشركه. طبعا هذا ما كان يصير لو ما انت متواطئ ويا جماعه يريد يضرون الشركه. قول لي انا مش شاقه وياك قبل؟ انا ما داش شاقه وياك. لا مو هاي المقصود، ما تحكي احكي. اوراقك كلها احترقت، انت ما خليت واحد يحبك. انت ايش عندك واقف هنا؟ العفو استاذ، عندي وصولات صرف، واستاذ مسعود ما دا يمشي لي اياها. لويش؟ استاذ انا صاحب جهال واخاف الله، وما اريد اتم واحد بالخالي بلاش. دا احس مسعود يريد رشوه الا يوقع لي اياها، وانا منين اعطي رشوه استاذ وبس على الراتب. رشوه؟ اني؟ طبعا اللي يبوق برا هاي عنده زلاطه. انا مسعود ابوك؟ انا مسعود النظيف ابوك؟ حسوني احكي ابتعد اطفالك. انا طلبت منك رشوه؟ خم ولا تقولها بلسانك. استاذ مسعود، انت محال على اللجنه التحقيقيه، وورا ما تخلص اللجنه التحقيقيه تحين نفسك على التقاعد. هذا امر السيد مدير الشركه. لا انا دا احلم. زين خليني اشوف المدير. ابو دريد، ابو دريد، علقت؟ شنو اللي علقت؟ هم مثل الديوش الهراتيه، واحد مقابل الاخ السكرتير وابو النوذ.
على الكل. لا بعدهم بنبعاتات والسكرتير قال له وطخها بوجهه قال له انت حرامي وراح نشكل لجنه تحقيقيه على مودك. شو انت فرحان؟ ابو دريد انا قلت اجيب لك خبر تازه وببلاش. دروح شوف الموظفين كلهم طلعوا رؤوسهم من الشباب جديد يتفرجون. لا قسم منهم طلعوا برا يتفرجون. صار السينما هي مسعود ما تستاهل كل هالبهذله. ترى ابو دريد المدير والسكرتير ما يكذبون، ترى الحكايه صدق 100%. 100% الحكايه صدق. يقول لك هو شو مسوي؟ شاطب صفر من المقاوله وملفلف الاول والثاني. يا معود هذا لو يبوك كان اشترى له ستره جديده، كان اشترى له سياره. ليش تدافع التروكر ولا سياره الاجر ومشلع قلبه؟ تدري انا شو سمعت من الموظفين؟ يقول لك الفلوس اللي يبوقها ما دا يخليها بالبنك، تدري وين دا يوديها؟ دا يضمها، دا يدفنها، حتى من يطلع تقاعد يصرف بكيفه. هذا مخطط لكل شيء، هسه ما يريد يصرف حتى لا ينكشف. شو ساعة رتبتوا على هالرجال المسكين هاي المسلسلة؟ انتوا ليش ما تخافوا من الله؟ انا يا هماتي انا قلت يعني اجيب لك حكايه تازه وببلاش. انا مصر اني اقابل المدير. 200,000 مره قلت لك السيد المدير مو موجود. اخي يقول لك المدير ما موجود. انت ايش دخل؟ صارت لما بالقمر القضيه راح تنكشف. ماكو شيء ينكشف، لا تخافين. شلون؟ مو قالوا له السكرتير قال له. واذا مسعود هو الغلطان بالارقام، هو يتحمل الذنب كله وكل النتائج. زين ومن يقول هو راح يسكت؟ شنو؟ لازم يسكت لان كل شيء ثابت عليه وما عنده مجال يدافع بيه عن نفسه. اي بس خطيه هو مو مذنب. هذه الكلمه بعد لا تعيديها. الحياه فرص، واللي يلقي فرصه يخلص بيها نفسه ليش ما يستغلها؟ ثم مسعود بالنسبه لك منو؟ فد انسان منقرض، حتى الحياه رافضته. فكر بنفسك وبس. يعني معقوله تضحين بنفسك وتعرضين نفسك للفصل في سبيل انسان ما يستحق؟ لكن يعني يجوز احنا نقدر نساعده. شلون نساعده؟ نروح نقول للمدير ياسمين متواطئه ويا الجماعه اصحاب المناقصه ومتفقه وياهم؟ شنو؟ واني شو معرفني بيهم؟ على سبيل الافتراض. ومن راح يصدق؟ راح يقولون ياسمين انقلت لهنا حتى تطلع على امور المناقصات وتتفاهم وياهم وتاخذ عموله. معقوله؟ كل شيء معقول. ليش اقول لك؟ اني خليها علي وانا ارتب لك كل شيء. اي بس خطيه اخاف يفصلوه. لا تخافين على مسعود، خافي على نفسك. هذا مسعود قط ابو 7 ارواح. يعني صار لو موقع القوائم مالتي وكاسب ثواب، لو الشغلات الصغيره ما تبصقوا ايديكم بيها. اي تعلمتوا على الكبار. يابا بالعظيم اذبح طلي ابو قرون بس يطلعوك مننا ويجيبون واحد موظف غيرك ايده خفيفه ويوقع الوصولات بالعجل. أنا حلوني لجنة تحقيقية. أنا أبوك، أنا حرامي. يعني نفس الموظفين كلهم بالشركة راح يقولون هذا الحرامي. قبل شوية كنت أحلم أستقر وأتزوج، حتى من أحلم أخربط بحلمي. قول لي فلوسك وين دافنين؟ أنا بريء. انا مو قلت لك المدير مو موجود؟ بعدين على وجه هالهرجه ها؟ بعدك ما عرفت التفاصيل قمت تصيح بريء. استاذ انا ما مقصر، صدقوني انا بريء يا عالم، انا بريء. استاذ مسعود لا تحرق بدمك ارجوك. العب تقبل انا مو غاش ادمي. الله اعلم. اشكرك محمد حسن، طلعت بنظركم مو غاش ادمي. لا يعني هو المكتوب على القصه لازم نشوف العين. يا قصه يا عين انا بريء يا عالم. كلكم تعرفون انا بريء، كلكم تعرفون. ياما عملت عيوني دقيق بالقوائم مال الرواتب، ياما سهرت اشتغل بلوشه على موتكم.
ابو دريد انت اكثر واحد تعرفني، انا عينوني لجنه حقيقيه، انا مو خشع. انا شبيدي؟ لا تحجوا قولوا انت محمد حسن، انت غابر، انت حزون، انا استاذ شوكت، ست فتحيه، انا يا بنت الحلال يحيلوني لجنه تحقيقيه تخبطوا يا عالم. استاذ انا ياسمين روحي للقسم، إي بس لكن اكو كتب مستعجله روح اطبعيها بالعجل. تعال مسعود، انت ليش تستعجل الامور؟ انت ما دام على حق صدقني ما يروح لك اي شيء، ثم قبل اللجنه التحقيقيه راح تتهمك بالباطل. ابو دريد انت ما تدري حاكموني قبل ما يحققون وياي. لا حول ولا قوه الا بالله. تقبلاني مو خشعت بتقبل. عشاك ليش ساكتين احكوا يا عالم؟ قولوا مسعود بريء، انا بريء، انا ما مقصر يا عالم، انا اروح بدربي واجي بدربي، حتى اللي يضربني اقول له شكرا، قولوا انا بريء الله يخليك. المتهم ما يقول انا بريء يا معود. انا بريء يا عالم. شنو هالدموع؟ ماكو شيء. يعني لو قاعده بالمطبخ وثارمه بصل شت تقول هاي الدموع من اثر البصل؟ شنو القضيه؟ منظر مسعود بتشاني خطيا مو ردت عليه. لا لا لا، هذه هيك عواطف مو بمحلها. ثم ترى انا غار. أنا مدى الشاقة. خطية هذا مسعود. خطيه؟ لا عاد انت مو خطيه؟ الامور هسه كلها ماشيه عدل. اللجنه التحقيقيه شكلت وكل شيء يقعد بمكانه. لا تعرضين لنفسك للخطا وبعدين تتندمين. إي بس أنا خايفة. مين خايفه مني؟ لا. لا عاد لوش الخوف؟ ماكو احد يعرف بالقضيه غيري انا بس. ترى كل ما في المساله هذه تخيلات. انت تتصورين كل الناس تعرف بالموضوع. أي. لكن مع هذا لازم نخلي حدود العواطفنا المتطرفه. يمكن اني قارفه قصه بهيج الشخصيه، لو يمكن شايفه فيلم. على كل شيء ما يصير بالاخير والبطل والبطله يتزوجون. بس أنا ما أتحمل أشوف هذا الرجال وهو مقهور ومتهم باطل، بعدين أنا إيش ما أدري إيش راح يصير ما يصير. كل شيء ما يصير كفيل الله. تتشكل لجنة تحقيقية ويوجهوا له عقوبة وكل شيء يقعد بمكانه. بعدين اكو شيء أحب تعرفيه، الظاهر أنت خبرتك بالحياة قليلة إذا مو معدومة. وطبعا حقك لأن أنت إنسانة شفافة وطيبة، بس إذا كشفتي نفسك للناس وعرفوا أنت طرف بالقضية ما حد يرحمك، وراح تخلين على نفسك ألف علامة استفهام واستفهام. علامة استفهام؟ طبعا، وراح يصير همس بين الموظفين ويقولون كاتبة الطابعة شريكة ومسعود أبو النون، لأن ما معقول يصير هيك خطأ إذا ماكو تواطؤ واتفاق. ولعلمك صار عندنا هيك خطأ بقسم الطابعة، وبهالحالة الإدارة ما راح تكتفي بتوجيه عقوبة إدارية وبس، لا، احتمال يحيلوا لك محكمة. محكمة؟ إيه أكيد، لأن هيك أمور ما تمر بسهولة، خاصة إذا بها عدة أطراف. فأرجوك تسكتين حتى يبقى طرف واحد هو مسعود وبس. عفوا يرحمكم الله. اللي يريد يعطس يطلع شفيته قبل لا يعطس. استاذ اني ترى جايب شفيه وجاي، بس اني ارتاح صورة للعطسه ما قدرت، طلعت غصبا ما علي، تعذرني بعد ما اعطس. وانت ليش تحكي بصوت مخنوق؟ استاذ اسم الله عليك اني من انقهر اختنق وانا هسه مقهور لان ما مسوي شيء. اسمع، احنا نسألك وانت تجاوب وبس. اي نعم نعم. لا ما موجود. السيد المدير ما موجود، طلع بشغل. منو؟ استاذ نبيل ويا اللجنه التحقيقيه. اسف ما راح اقدر احولك عليه لان مشغول.
صار أستاذ، صار. مع السلامة. غافل؟ نعم. دز لي قهوة ميديوم. صار أستاذ. بلكت اليوم يطلع لي خوش حساب من ورا طلبات اللجنة. شاي وقهاوي ويا شلون قهوة قشوتها منها وبيها. هاي خاصة بس للسكرتير. يابا أقمع جهالي إذا صدق هي قهوة، هي نصها حمص ما مبطحون. لا وجماله ياخذون بيها خيره. يابا هو هذا السكرتير شو فهمه بالقهوة الزينة؟ كل ما في الأمور يقلد هذا المدير. غافل جيب لي قهوة ميديوم. عبالك كل من يعوج حلقة ويحكي انجليزي لازم يشرب قهوة. بس انا ياهو مالتي عسى ما يتسمن. المهم اقبض فليساتي حتى اقدر اشتري تلفزيون واقعد على الشرفايه يابا واكرس حب رقي حتى اشوف الطابه واني مستانس. غافل اللجنة التحقيقية ما خلصوا؟ بعد هو صارت 3 صواني شايات انا مودي لهم. ادعي لهم يبقون للعصر حتى اظل اصب شايات. زين ما سمعتوا مش دا يحجون؟ ها؟ لا ترى حسون الحكي هوايه خو مو تريدني ابيع اسرار الشركه. لا يا ابو غافل اكيد سامع شيء مهم. لا هي شغله تخص ابو النون. اي هذا اللي اريد اعرفه، ثقاله ونايم على صدري. ها ايدك على الفلوس واني احكي لك المختصر المفيد. قول. شعبك شنو هي؟ شغلة أبو النون. تحكي بالتفصيل. يعني مو قلت لك مختصر مفيد، خير الكلام ما قل ودال. يعني شنو شابكه؟ أبو النون قاعدين على كرسي واللجنة داير ما دايرة وكلهم دا يخنزرون عليه. يعني كسره بجميع اموره داتشه والظاهر ماكو واحد يحبه باللجنه. يعني تقصد راح يطير؟ ويجوز يسجنوه. قل لي المدير قاعد ويا اللجنه؟ لا المدير طلع اجاله تليفون وطلع مستعجل. هاي هي اكيد جاله تليفون من المسؤولين على مود ابو النون. واندبغ جلدك يا مسعود. لا هذا اكيد لا فطلة كم الف. شنو كم الف؟ قول الوف. هذا بلوى سودة خو مو مثل حظي عايش على قوام التصليح. حسون عيني تعرف واحد عنده تلفزيون للبيع حار ومقسب وتتازه. يعني مثل قبوة سباب لاغه. يا معود كل شيء بسعره. بعد انا راح اظل اطحن حمص واشوف تاليات. قول لي صدق حسون شنو رايك بالقهوه مالتي زينه؟ ورده استمر عليها يا بلد لي فنجان رايح لي القراجاني. تدلل حسون. ايوه حسون ستيرن ذواقه يعرف القهوه وهي طايره. مسعود اخر فرصه لك لازم تقول الحقيقه. نعم الحقيقة مولانا أني ذاك مولانا شنو؟ وين قاعدين بقهوة؟ لا أستاذ تعذرني مو هذا قصدي. أنا قصدي أقول يعني أستاذ أنا مرتبك. طبعا مرتبك لأن جريمتك هاي أكيد إلها سوابق. سوابق؟ طبعا لأن اللي يغش مرة لازم بالأصل هو غشاش. أني؟ لا صيح. جاوب على سؤالي. أستاذ
انا بدي اقول لكم انا بريء ما تصدقوني. اذا شو اقول لكم حتى صدقوني. نعم تفضلي. اي عيني هي هاي الشركة. منو؟ أستاذ شوكت رئيس قسم الطابعة. صار عيني صار، هسه أحولك. الو. نعم تفضلوا. اي بلي قسم الطابعة. استاذ شوكت هي موجود. تليفون استاذ شوكت. الو. نعم. ما دا اسمع. علوا صوتكم ما دا اسمع زين. ها؟ وين؟ يعني هسه ضروري ضروري؟ طيب 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 أنا جاي. طيب مع السلامة. مع السلامة. منو خابر؟ أمي بالمستشفى. بس أنا من رفعت التليفون كان صوت بنية شابة. اي صحيح، كانت اختي على التليفون وبعدين امي جت حكت وياي. اي بس أنا أتذكر أنت قايل لي أختك عايشة ويا زوجها بالخارج، يعني ما عايشة عندكم بالبيت. اي صحيح بالخارج صحيح. بس شوف شلون نسيت اقول لك، مو البارحه جو اجازه جوي. كان لازم انا اقول لك اسف. وهل قد صوت أختك حلو؟ اي طبعا بالوراثه. اي بس أنا أتذكر أنت قلت لي أختك سوت عملية لحنجرتها وفشلت، يعني كان بصوتها أكو بحة هيك شحطة. لا هي مو فشلت، بس يعني دورات يطبق حسها ودورات يصير زين ويتعدل صوتها. متأكد؟ ياسمين أنا عمري كله ما أكذب، بعدين اللي يكذب يخش النار. هالشكل تعلمت من أنا طفل. أنا ما دا أشك فيك ولا أتهمك. لا عاد وش الأسئلة التحقيقية؟ هاي فوق ما تخففين علي مرض أمي اللي ما عندي بالدنيا غيرها. شوكت مو أنا خايفة. عفي أرجوك لا تطلع وتعوفني لوحدي بالشركة. على وين تخافين؟ مو أخاف اللجنة التحقيقية يدزون علي وما أدري إيش أقول. مثل ما اتفقنا، أنت طبعت الكتاب مثل ما مكتوب بالمسودة، ورفقت الكتاب المطبوع ويا المسودة ودزيتيه المسعود، والمسودة عندي مضمومة، لا تخافين. لا عاد أنت مو قلت راح تخليها ويا الأوراق بغرفة السكرتير؟ غيرت رأيي، قلت تبقى عندي مجرد ضمانة. ضمانة؟ إيه يعني قلت أخاف تضعفين قدام اللجنة التحقيقية وتكشفين الشغلة، فقلت أحسن شيء أخليها بمكان أمين، لأن أنا بنفسي اللي شطبت الصفر. بعدين لا تنسين أنت بنفسك اللي طبعتي الرقم بالغلط، وأني لا سمعت ولا شفت ولا طبعت. شنو قصدك؟ قصدي تخلين إيدك بإيدي ولا تفكرين غير بس بمصلحتنا، وسرك محطوط عندي بصندوق ومقفول مفتاح، والمفتاح ذبيته بالشط وأنا رايح. عافية لا تتأخر. ساعة واحدة ما أتأخر. صباح الخير أستاذ. أهلا، صباح الخير أستاذ شوكت. أستاذ خابروني البيت، أمي بالمستشفى وأريد أروح أشوفها. هسه أنا ردت أخابرك، اللجنة رعيتك. لجنة؟ مو أني أستاذ شوكت، طب أول مرة أشوف اللجنة وبعدين أطلع. يعني أشوف اللجنة هسه؟ تفضل، وايديك. العفو أستاذ، أنا شوكت رئيس قسم الطابعة بالشركة. أهلا. سي شوكت، تحدث عندكم أحيانا أخطاء بالطبع؟ لا ما يحصل أستاذ، لأن أنا بنفسي أدقق الكتب المطبوعة ويا الكتاب الأصلي قبل ما أدزه المصدر.
هذه الأوراق أنتم طبعتوها؟ اي نعم استاذ. لكن هذه الأوراق المسودة مالتها ماكو. احنا عادة استاذ نرفق الكتاب الاصلي اللي هو المسودة ويا الكتاب المطبوع وندزل المصدر. احنا ما يبات عندنا شيء بالقسم، كل شيء يخلص بيومه. احنا شغلنا مرتب ومضبوط مثل الساعة. أنت استلمت الكتاب المطبوع ويا الأصل لو لا؟ استاذ اني مخبوص كنت وما دا اتذكر زين، لان بصراحه بذيك اللحظه كنت مثول وما دا اتذكر اكو وياها مسوده لو لا. استاذ مسعود يشهد بكفاءة قسمنا ودقته وعدم تأخيره لأي عمل. العاد المسوده وين؟ استاذ احنا مهمتنا تنتهي ورا ما نطبع الكتاب وندزل المصدر ويا الاصل، واذا تحب تطابق المسوده ويا الاصل وتتاكد من صحه كلامي. هي المشكلة المسودة ماكو. على كل سي شوكت شكرا وتقدر تتفضل. انا حاضر اي خدمه استاذ. استاذ المسوده وين؟ شلون تورطت ورطة؟ مو كان المفروض اعترف بغلطتي بالاول؟ هسه الامور تعقدت. اذا هسه حكيت راح تنفضح علاقتي ويا شوكت. تليفونات قسم الطابعة ما تخلص؟ العفو وياي. مو أنا صايرة رسول غرام ومواعيد ومحبة، كل شوية تليفون ومن هالحكي هذا الماسخ. عيني منا وغاد، إذا تجيكم تليفونات راح أحولها على السكرتير. إي وقد أعذر من أنذر، مو ناس تاكل بالدجاج وناس تتلقى العجاج. الأفندي شوكت ما مكفي لعب بالشركة، هالمرة مواعيد بالتليفونات. أنا ما دا أفهم إيش تقصدين. إياك يعني، واسمعي يا جارة. مرحبا ست ياسمين. هسه قبل شويه شفت استاذ شوكت مخلي له جناحات وطاير. ايوه الفرح شي يسوي بالواحد. تدرين يا ست ياسمين، تدرين اني يعني قد اتمنى هالولد شوكت يتوفق حتى يخلص من عقدته. عقدته؟ شنو هي عقدته عمو؟ ان شاء الله، قولي ان شاء الله خلصانه محلوله. ما دا افهم. خطيه. ايش بيه؟ هاي شكل ما يخطب واحده تلاص عليه ويتخربط عليه لا الاول والثاني. يخطب؟ اي. ليش هو استاذ شوكت كان خاطب؟ مسكين حظنا عنده. عمو غافل وضح، انت تحكي الغاز. انا اقول لك هاي صار فوق ال10 مرات يخطب. هذا اللي انا حاسبهن. اي شايل الحلقه بجيبه ويفتر عليهن. حظ ما عنده. اي خطيه، حظ ما عنده. ولا لويش ورا يوم يومين لو يعوفه لو تعوفه. معقوله؟ انا قلت شيء غلط؟ لا عمو. لا مو دا اشوفك انزعجتي يعني من كلامي. وانا شو علي؟ قابل هو ابن عمي ابن خالتي. ايه هم صدق. اجيب لي شاي لو حامض؟ ما اريد عمو. هاي يمكن اول مره اسوي شيء زين وما اخذ عليه فلوس. لا هو هذا استاذ شوكت مسوي نفسه بهلوان، يضحك على بنات الناس.
غافل بعدك تحسب فلوسك؟ ليش هيك فلوس؟ ايش تكره منها يا ابو دريد؟ وسخ دنيا. انا احب هيك وسخ، وماكو واحد مثلي يحب وسخ الدنيا. يمكن هذا هو الوسخ الوحيد اللي ما حد يريد يخسله. قل يا ابو دريد، عندك هيك وسخ حتى تنبه علي؟ ها؟ انا على ابو هيك درج شلع قلبي بين بايا فتر ونص. يابا هسه انت منو جابرك تنزل؟ ابقى هناك فوق بغرفتك لمن ينتهي الدوام. يعني شلون؟ ما اروح اكل اللفه؟ ما اروح للحمام؟ وفوق الطابق الفوق شكو بيه؟ كل شيء ما بيه، عبالك احنا عايشين بغير ولايه. يعني هسه انت راح تاخذ لك استراحه هنا؟ هذا يسموه خان النص، ما عايزه غير عليجه وشعير. لا جيب فلوس حتى اجيب لك شعير، اقول حتى اجيب لك لفه واستكان شاي. رحم الله والديك، هاي فلوس جيب لي لفه بس الباقي لا تنسيني اياه. شيلك بالباقي يا ابو دريد، انت مو تقول وسخ دنيا. معلوم غافل اللي بعمري ما يحب الفلوس بعد، بس لقمة الخبز مريودة والخبز ما يجي ببلاش. إذا هالشكل العاد ليش بتطلع تقاعد وترتاح؟ تقاعد؟ لا 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 لا، الشغل ساتر علي. اللي بهالعمر أصدقائي يقدرون بحكم الزمن، فكيف إذا طلعت تقاعد وقعدت بالبيت؟ نومة توديني ونومة ترجعني. راح جيب لي لفة ولا تهيجني. صار وألف صار، راح أجيب لك لفة ويا استكان شاي تازع. أبو دريد، طلع مسعود من اللجنة. ها أستاذ مسعود، ايش قررت اللجنة؟ بعد كل هذا التعب كلمة اطلع مقصر. أستاذ مسعود، بكي مو إلك؟ عمري كله ما شايف دمعة بعيونك. راح اجيب لي اللفة بس تصنع. رايح. ايه قررت اللجنة؟ ايش قررت؟ طلع انا مقصر بس؟ وش تريد اكثر من هذا بعد؟ اكو اكثر اهانة من ان يقولوا لك انت مقصر؟ انا مسعود اللي اعصر للرقم عصر اطلع مقصر؟ أنا مسعود اللي ما طلع عندي فد يوم لا فلس ناقص لا فلس زايد أطلع مقصر؟ أنا اللي من قارهم يسموني نقناقي أبو النون أطلع مقصر؟ الفرق 1,800,000 دينار أبو دريد. أنا النقناقي أنسى صفر، أنا أنسى صفر. لا تحمس بقلبك ولا تحرق دمك. اللي صار والكاتبة الله تشوفها العين. يعني عيني ابو دريد ما اشوف غير هالمذله هاي، ليش؟ استاذ مسعود، افرض انت ناسي صفر من الرقم. طيب انت الرقم ما كتبته كتابه؟ ام تاني موت الكرفني، هو هذا اللي خربط الاول والتالي. نسيت اكتب الرقم كتابه، انعميت صارت على عيوني غشاوه. انا ما دا اشوف شيء ابو دريد، انا متعوب، انا مهموم، بس ارجع واقول مستحيل، انا ما انسى صفر، انا طول عمري ما اتحارش بالاصفاره، احسب الاصفاره على اصابعي صفر صفر، الصفر من قد ما احترمه اطوخه. لا اله الا الله، اصبر يا عزيزي، الصبر يعني تاليها بركه. ابو دريد واللي كاتني يقولوا لي انت متواطئ، ما اخذ رشوه، انا اخذ رشوه؟ انا تلمد ايدي واخذ رشوه ابو دريد؟ انت طول عمرك عايش وياي بهاي الغرفه المهجومه، سوى انا وياك سنين هاي العمر كله، فد يوم شفتني انا صاحب نفس دنيه. اشهد ما بالله انت نزيه. لا عاد ليش ما تحجون؟ ليش ما تقولوا مسعود بريء؟ ليش ما تعلون صوتكم حتى صوتكم يوصل لكل مكان؟ استاذ مسعود على كيفك على كيفك. ايش على كيفي؟ انا مذبوح ابو دريد،
أنا مذبوح واللشة مالتي متعلقة والقصاصين بيقصبون بيا. ايش تنتظرون؟ تنتظرون تاخذون حصة من لشتي؟ أنا ليش تخليني بالوسطية؟ أنا ما راح أسكت أبدا، ما أسكت إطلاقا، لأن من أسكت أطلع أنا غلطان، وأنا ما غلطان، ومن أسكت يعني أعترف بالخطأ. تفضلي. شنو الأستاذ شوكت ماخذ إجازة زمنية؟ حتى لو ماخذ إجازة زمنية كان لازم خلصت هسه، بس لازم عنده شغلة مهمة. هو عاد شغلاته كلها مهمة. من شفته وشافني بيده إجازة زمنية، فد يوم أخذ إجازة زمنية على أساس يداوي سنونه. بالصدفة وشفته دا يتمشى بحديقة الزوراء. هسه لو دا يتمشى وحده هم ما يخالف، دا يتمشى ويا واحد. يا باري يا هو مالتي قابل أنا رقيب على الناس. هسه يجي يوم ويوقع مثل ما وقع هذا مسعود. وقع؟ ايش قالوا عليه؟ راح يحبسوه؟ حبس؟ لا ما أدري، بس حسب ما عرفت اللجنة اعتبرته مقصر، وحسب ما عرفت من السكرتير المدير يقول لازم يطلع تقاعد. عجبه السكرتير صادق كاذب هاي ما أدري. زين هو ايش قال؟ منو؟ مسعود؟ يا يابا دا ينحب مثل المرأة المضيعة ابنها بخبصة العيد. خطية؟ هو أنا الخطية؟ هذا بلوى سودة، بس ما تعرف شلون طلع منها مثل الشعرة من العجين. أنا متعجب على هيجي ناس يعني تبوق وتتفلت. منو قال هو باق؟ بينه واضحة، الكل دا يشكون بيه. هي لو ما اكو دقة بالحسابات ما كان شفتي لازق بيها طول عمره. اجيب لك شاي؟ لا ترى انت الوحيدة اللي ما تطلبين شاي من عندي. أنا ما متعودة أشرب شاي. كيفك؟ افتح الباب، افتح الباب ارتحي بالمدير، افتح الباب لا كسر الباب. انا مغلوب اقول لك افتح الباب، افتح الباب. اللي يريد يشوف المدير يضرب الباب بوكسات؟ بوكسات ايش فاليخ مالك شغل؟ جاوب على قد السؤال. كل المديرك مسعود يريد يشوفك. بكل بساطة اقول لك السيد المدير ما يقدر يشوفك. والسيد المدير ما يقدر يشوفني ليش يا بي؟ يستحي مني؟ بكل بساطة اقول لك السيد المدير ما موجود. هاي كلاواتك عبرها على غيري. ابدا اشوفها للمدير حتى يرد اعتباري. انت ليش تعلي صوتك؟ اعلي صوتي حتى اللي ورا الباب يسمعني. ما اقول لك ما موجود. لا اقول لك موجود وخر عن طريقي. ما اسمح لك تدخل. ما تسمح لي انت منو تسمح لي او ما تسمح لي؟ انت كلك بيس نفر، كلك واحد يفتح باب ويسد باب. لا تتطاول. لا اقول لك وخر ترى واصل الخشبي، ترى ابتلبك وخر عن طريقي. تبتلي بيا شنو؟ انت مو شفت السيد المدير ما موجود وقمت تتطاول عليه؟ ترى راح اطلع شمرك من الشباك. مسعود من حقي انا اذكرك بالماده القانونيه اللي تقول التطاول على اي موظف اثناء واجبه. بس طفي على الباقي، ما نسمع هذا الحكي. ترتوها صغار ترتوها كبار. دا اقول لك انا هسه مطفي كل شيء ما اسمع. شنو هاي؟ الرجال السكرتير ترى ما غلطان، يعني المدير ما موجود، يعني شفته بعيني تطلع. اكيد؟ يا اكبر عيوني لا تشد. شو بقول لك؟ ما اتحرك منها، راح ابقى هنا الى ان يجي المدير. غامر نعم اكيد المدير موجود. شكو واقفين شكو شوالي لجنه تحقيقيه. انا اطلع مقصر. غامر نعم استاذ. فوت جيب لي قاص مي. صار استاذ. انا راح اصعد فوق اقفل الدواليب وانت جيب المي. تمر سامي مو تنسى المي. لا ما انسى. يلا هاي اول مره اشوف السكرتير ينجعص بايد مسعود. انا لزمت قلبه بايدي قلت راح يخنقه. يا محمودين هذا بيا اعصاب. خو اني اريد قامت ترجف من الخوف. خو عيونه صارت بوسط. اللي يبعد بعنزي معمع مسعود بصيحه حتى يطقطم بوقاته. حسون استاذ مسعود ما عنده سوالف. ابو دريد انت نايم رجليك بالشمس.
مسعود يوديك للشط ويجيبك ناشف يعني مضروب اوتي. قل لي اني هذا مكوش على كل الشغلات، السلف والرواتب والمشتريات وغيرها وغيرها، شنو حتى يبين نفسه يشتغل ليل ونهار حتى يلفط بكيفه. ان بعض الظن ايش؟ كل شيء يصير بهالدنيا. اشوفه لعد معذبني كل شهر بقسط العقاري. هو لو صدق مهتم بالموظفين كان مش عدل، اكيد يريد يمرمرني حتى ينطيه فلوس. يا جماعه على كيفكم، الرجال مريض. ابو دريد انت على نياتك. شنو؟ يعني انا غشيت؟ ترى ما اسمح لك. لا العفو، يعني انا مو قصدي رساله يعني. اسمع محمد حسن. يا بدر الطير، قلنا نتفزع احنا قاعدين بمكاننا. ابو دريد ترى الحكايه ما مقصودها، ايش بيك انت؟ كافي، ما اسمع لاي واحد بعد يحكي. يلا هذاك يصيح شوادي ذاك. مسعود يابا، شنو هالبكي ما تقول لي؟ ابو دريد انا طلعت مو شاتمني. سمي بالرحمن يا اخويا يا مسعود، شنو الحساسيه اللي عندك؟ انت ما دام مقتنع بقرارة نفسك بريء، وش هالهم؟ المهم انت واثق من نفسك. واثق من نفسي، بقى ثقة ابو دريد، بقى ثقة. نعم انا واثق من نفسي بريء وما مذنب، بس تعال فهمني شلون اقنع الموظفين انا بريء وما مذنب؟ شلون اقول لهم انا كل شيء ما مسوي؟ الموظفين بهاي الشركه يتغامزون علي ويضحكون علي. ابو دريد شلون اواجه الناس مو بها وجه اواجههم؟ يعني مسعود، ابو المثل يقول من الباب للكوثر فرج، والله سبحانه وتعالى يمتحن عبده بالشدائد. هذا امتحان لك، اصبر، الصبر مبروك تاليه. وانت اذا بريء كل الناس يجيهم تعرف نزاهتك وبراسك. ابو دريد انت شو تقول؟ شنو علي وش تقول؟ انت يعني مقتنع انا بريء؟ انت انسان نظيف ونزيه، هذا اللي اعرفه عنك. زين وش تعرف بعد شيء عني؟ اكو شيء ما تعرفه عني؟ يا سبحان الله، انت صاحب سلوك ومستقيم وخوش انسان. انا ما داشك بيك، لكن لكل سؤال جواب. انا ما اقرا النوح يا اخويا يا مسعود. شفت ابو دريد؟ شفت؟ مو قلت لك انا انفضحت؟ هاي انت تعرفني ايش تحكي، العادل ما يعرفني ايش يقول. انا انفضحت. انا لازم اثبت براءتي، لازم المدير يلقي لي حل. انا الدنيا سودت بعيني بعد ما اشوف شيء ابو دريد. شلون تشوف شيء وانت طول عمرك خال جامه سوداء على عيونك؟ شلون تشوف الدنيا مثل ما هي وانت من قاعك متشائم؟ يا دنيا ابو دريد، يا دنيا انا سمعتي ودنياتي كلام الناس بحبهم الي. انا انتهيت. بس لا لازم المدير يلقي لي حل، لازم. فدوى حسون، تعرف واحد عنده تلفزيون للبيع رخيص ونص عمر بس يشتغل زين. شو ما عرفني بالتلفزيون يا غافل، جابني على الشغله اني. يلعب مو يقولون الساير يندب كل الدرادي. غافل، قول انت راح تتجاسر عليه مثل ما تجاسر محمد حسن على ابو دريد. حاشاك، بس انا ردت واحد حاف ومقسم ورخيص. شنو هو؟ عجيب، مو قلت لك تلفزيون؟ اهو ما تقولوا لي ليش واقفين هنا؟ شغلكم خلص حتى تستلمون بالوقفه هنا. العفو استاذ، عندي كم قائمه اريد استاذ مسعود يوقع لي اياها. تقدر تروح لغرفته. انا اللي اعرفه هذا الوقت وقت عمل، وقت انتاج، والشاعر يقول الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. يلا لا تضيعون الوقت بالكلام، كل واحد يروح على شغله. اجا استاذ مسعود، نزل هذاك هو. شفته ابو دريد؟ شفته؟ منو؟ حاضرة جناب السكرتير، بس شافني سد الباب وانهزم. اكيد ذولا ضمير ضميمه. الله كريم، نبع حق بقوة الله. غافل؟ نعم استاذ مسعود. وين قوص المي قلت لك عليه؟ نسيت. اخ دقيقة واحدة وهسه يجيب لك المي. تريد المي حار لو بارد؟ رايد اسم.
حضرة جناب السكرتير، جناب حضرة المدير ما شرف؟ مدى اسمع طبعا الشغلة اللي ما تفيدكم ما تسمعوها، بس لعلمك انا راح ابقى هنا مسمار وما انشلع الى ان يشرف المدير ويحل مشكلتي، افتهمت؟ استاذي العزيز، اتمنى من كل قلبي تنحل مشكلتك، بس حل مشكلتي. شو تريد؟ بقلمكم الكريم شرفوني ووقعوا لي هالقوائم هذه حتى لو بقلم جاف. حسوني تروح من قبالي لو اخش بيك سجن. شنو؟ حسون عوفه هسه الاستاذ مسعود، والشيء اللي تريده بعدين يصير. استاذ مسعود هسه اجيب لك المي. استاذ مسعود، امشي وياي لحانوت عيني، اكل لك لقمه واشرب لك شاي حتى ترتاح. ابو دريد انا راحتي ببراءتي، انا ما اتحرك منها الى ان يجي المدير، انا مظلوم ابو دريد، مظلوم. يصير لازم تاكل لقمه. بس اكل السمه الزهر، اريد ابقى هنا الى ان يجي المدير، اريد اشوف تاليها شلون، اريد اشوف هذا العمر اللي قضيته بهاي الشركه وخدمه الناس كلها شلون راح ينقضي وينتهي. اجيب لك لفه وياي؟ ما اريد كل شيء، ما اريد. انت ما تقول لي ليش تتلح عليه هذا مسعود ابو النور؟ ما دام ما وقع لك بالبدايه معناته ما راح يقدر يوقع لك قدامنا الناس. ليش يا بيستحي؟ لا ما يستحي، ما دام ما وقع لك بالبدايه معناته ما راح يقدر يوقع لك. انا اقول لك لازم السالفه بينك وبينه، يعني صمتاوي ما حد يعرف. يا غافل مو هذا مدى ينطي الازمه، من ما اجيبه ينقلب. هسه لو يقول لي دهنيتي يابا وقعد جهالي انطي نص الفلوس، بس هذا اذا ما تلمد على ابو خريزه، مسعود يمد ايده على قطان. يعني هذا هالقد يلفط آلاف ها وما حد يدري؟ هو ليش طول مقاولين ومشي شغلهم، شنو قابل بلوشي وداتك هذا نايم على آلاف، لا والله على ملايين. ما معقولة كل هالمدة وما حد كشفه؟ هذا مرتب اموره، وداتك كلها الحسبة دي يسويها هسه كلها تمثيلية. يعني مو مخبر. اقول له تمثيلية يقول لي مخبر. شوف حسون، شوف تحت اقول لك هذاك ابو دريد تروح ينه وتحكي وياه حتى يتوسط لك وياه، لان هذا هو وياه دهن ودبس. اي مسعود، اي يا من يسموك الناس ابو النون، شوف حالك الصار بي، شوف نفسك مثل ريشة بهبة ريح ما لها مستقر، لا هي حاطة ولا هي طايرة. شفت؟ كنت تمشي بهاي الدنيا وانت مغمض، ما تشوف داير مدايرك، ما تحسب حساب الوقعة والزلة، عبالك تعب السنين اللي تعبته راح يشفع لك؟ لا، راح كل ذاك التعب، شكرا ما يقولوا لك، لكن عقاب يعاقبوك. أستاذ مسعود، ست ياسمين، أهلا. بصراحة أنا أول مرة أسمع مرية تصيحني بهالشكل. يعني شلون هالشكل؟ يعني هي ما صايرة عندي قبل حتى أشرحها وأفسرها إليك، بس يعني هي مثل ما تقوليني قالت بحنية. أستاذ مسعود، أنت ليش تحرق أعصابك وياهم؟ المهم هم ما راح يسجنوك. يسجنوني؟ يا ريت يسجنوني، ايش فايت لي وانا سجن؟ كان اقلها حسيت انه انا مسوي جريمه وتحاسبت عليه.
لكن مقصر، أنا ما مقصر. صدقيني يا بنت الحلال ومالك علي يمين، أنا لو مقصر بشيء كان ما تشعبط قلبي بهذا الشكل. أنا طول عمري أروح بدربي وأجي بدربي، حتى جيراني ما أعرف اسمهم. قضيت عمري بهاي الشركة، لا فد يوم اشتكيت ولا طلبت مكافأة ولا تلوقت الأحد. تالي بعد كل هذا التعب تجيني دفرة بخاصرتي. أكيد مقصودة، أكيد مقصودة. مقصودة يعني شلون؟ أكو ناس بهاي الشركة ما تريدني، أكو ناس ما تريد أبقى نظيف. تصوري حتى المسودة مال المناقصة اختفت. وين اختفت؟ وين راحت؟ ما أدري. المسودة؟ اي المسودة اللي أنا كاتبها بإيدي، مسودة مال المناقصة، دليل براءتي بيه. أقول ست ياسمين الله يخليك ما شفتيها؟ أني؟ لا ما شفتها لا. أستاذ مسعود هذا المي. حتى المي دا يجرح بالعون. شو واقف؟ حتى اخذ القلاص. اي عبالي هم تريد فلوس على المي. استاذ مسعود يعني انت رايد شيء؟ لا شكرا، روح. كل شيء هالايام صاير بفلوس، حتى السلام عليكم ما تنقال اذا مو بفلوس. ست ياسمين اني عشت عمري كله بغرفة ظلمة بهاي الشركة، بس هسه شفت الضوء. 25 سنة أركض مثل ثور الناعور على سكة واحدة، ما أشوف داير ما داير شكو، بس فجأة شفت كل شيء. مثل ما قال أبو دريد، اللي ما تشوفه هسه تشوفه بعدين. ما دام أنت كل شيء راح تشوفه، ليش مأذي نفسك؟ اعتبر القضية انتهت، اعتبرها تجربة. أنا دا أعيش بأزمة، دا أعيش بإحباط داخلي نفسي دمرني. كل ذاك التعب، كل ذاك اللي بنيته طابوقة تفلش بنفخة هوا. يعني حتى بالأيام الأخيرة بديت أحلم، بديت أخطط، حتى كنت ناوي أتأهل. يعني تاخذ شهادة أعلى؟ لا أتأهل يعني أكمل نص ديني. مسعود، ابدي حياة جديدة، انساها هاي المشكلة، اعتبرها غيمة وانزاحت. ليش؟ لأن يجوز من راح يثيرها هسه اكو ناس راح تتأذى بسببك. ناس تتأذى بسببي؟ أنا بحياتي ما أذيت أحد. بعدين أنا ايش رايد؟ حق مشروع يرجعون اعتباري حتى أظل مرفوع الرأس. بعدين من هم الناس ذول اللي راح يتأذون بسببي؟ أكيد اكو ناس يحبوك. يحبوني؟ اي يعني أكيد اكو ناس بالشركة يحبوك ويحترموك. منو غير أبو دريد يحبني؟ حسون ستيرين لو غافل أبو البثي؟ إذا تريد خاطري انسى الموضوع أرجوك. طبعا أريد خاطرك، لأن دا أحس أنت تحكين وياي من كل قلبك. يابا هذا صاحبك طلع دهن ودبس ويا هاي ام الطابعه. صاحبي منو؟ استاذ مسعود. عودنين هو ينتظر المدير، بس وين ذاب انقر؟ ذاب انقر يمكس بالطابعه. غافل، هذا حكيكم ما اريد اسمع بعد. ترى انا كل شيء ما قلت، كل ما في الامر سأل السؤال، يعني السؤال هم حرام. غافل، تعال مساعدة. اسمع، نعم، روح
تريد اخابره منا من الاستعلامات؟ لك لا لا بابا لا، روح له تلقاه بالكرفان. خش خش. الظاهر السكرتير ما يقدر يطلع من غرفته لان انت قاعد هنا. تدري هو محصور فتح خصره قويه هناك. استاذ مسعود، عود لا تنسى باقي الحساب. اخاف تطلع وبعد ما نشوفك. حساب غافل انا جاي يوم ناسي حقك. حاشاك بس انت تدري صار عندي واهس اشتري التلفزيون. تدري منو راح يلعب اليوم؟ البرازيل. غافل ما تروح الله يخليك، نفسي تلعب روح. ويا من؟ روح الله يخليك خاطر الله. رايح اروح اصيح المهندس احسن. ايش قلت استاذ مسعود؟ سمين قلت نفسي اللي تلعب. لا يعني قصدي ايش قلت؟ راح تترك الموضوع؟ شنو؟ ترك الموضوع؟ ايه حتى تكمل فدورة. تدرين اذا تركت الموضوع ايش راح يصير؟ حتى حذاء جديد ما اقدر اشتري واطلع بيه بالشارع. لا راح يقولون ايه طلعت فلوس البوقات طلعت. بس استاذ مسعود الناس اللي تحبك ما راح يعيشون هالشكل. بس يا ست ياسمين اللي يحبني لازم يتاكد اول مره انا بريء. متاكد؟ متاكد؟ من هو؟ لا يعني قصدي قصدي الناس كلها تعرفك. انا اللي يهمني نظافتي. ثم اللي يحبني ليش ما يوقف ويصيح بعلو صوته مسعود بريء مسعود بريء؟ بعدين هذا اللي يحبني شلون يعرف اني ما متورط؟ شلون؟ مسعود والله اني وياك. وياي؟ اي وياك، يعني قصدي والله ما ادري ايش اقول. مسعود اني متاكده انت بريء، بس عافيه لا تثير الموضوع حتى لا يكبر. يعني ياسمين ترديني اسكت واخليها مستوره؟ اي عافيه. شلون تنستر؟ شلون تنستر والريحه طلعت؟ من هو انفتح والهوى شرجي؟ انا ما اسكت عن حقي ابدا، وهذا السكرتير لازم يجيب لي المدير. شفت اقول لك؟ افتح الباب قول للمدير خليه يجي. مسعود احضرك، تراني عندي قلب. عندك قلب عندك معده ما اعرف. قول للمدير خليه يفتح الباب. قلت لك المدير ما موجود. ما موجود انا بعد ما اقدر انتظر. شوكت جيت. شوكت انا راح اتخبل شلون؟ امشي ويا القسم. ايش بيك؟ أنا راح أنفضح. وشو علاقتك بالقضية؟ شلون شنو علاقتي؟ كل هاي المشكلة بسببي أني. لا مثل ما اتفقنا انت طبعت الشيء المكتوب وبس، انت ما غلطانة. لكن ما معقولة تخلي هذا الرجال المسكين يتعذب بسبب غلطة أنا سويتها. وشكو بيها؟ غلطة صغيرة والعقوبة بالنسبة إله ما تأثر عليه هواية، بس عليك تأثر. خطية دا يتعذب. انسي الموضوع ياسمين. ما أقدر أنسى، ما أقدر. تعودي يا عيني. بهالبساطة؟ كيفك؟ إذا تردين روحي اعترفي، قولي أنا شطبت الصفر من الرقم الحقيقي، وبعدين جيتي علي واتفقتي وياي نغير المسودة لأن أكو علاقة بيناتنا. يعني راح أنفضح بالشركة؟ لا عاد ليش أنا أقول لك انسي الموضوع يا عيني؟ وبصراحة ياسمين إذا اعترفتي أنت أنا ما راح أقدر أنكر العلاقة اللي تربطنا، راح أقول لأن أكو علاقة بيني وبينك فأنا ساعدتها، بس أنت سرك أمين، ما زال سرك عندي نامي رغد، لأن أنا أحبك واللي أحبها ما أريدها تتعاقب بأول شغلها بالشركة، ما أريدها تتعاقب على شغلة ما تسوى. أنت رحت للمستشفى؟ وين؟ لأمك للمستشفى. إيه وسلم عليك. ليش أنت قايل لها علي؟ لا بس هي قالت لي سلم لي على الجماعة اللي يشتغلون وياك بالشركة. لا تدوخين نفسك، انسي الموضوع. ما أقدر. لا تخبليني، أنا أعرف الإنسان من يحب كل الدنيا، بس مو سبب الأذية لنفسه. بعدين مسعود فد واحد ماسح إيده بالحائط ومصفر، شكو مدوخة نفسك بيه؟
مدى أقدر أتحمل منظره. خطية عافية، القينا في الطريق نخلص بيها. هذا فد واحد إنسان حساس ورقيق وقلبه طيب. الله الله، إنسان رقيق وحساس وقلبه طيب؟ لا 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 لا، لازم تراجعين نفسك. اعترافك هذا معناه يذبنا بالسجن. انت ترى هذه مو وراها عقوبة دارية وبس، لا، ترى هذه وراها سجن. انت شايفة السجن؟ لا. ولا اني، بس حاكي لي عنه. انت ليش دائما تخوفني؟ انا ما اخوفك، انا حذرك لا تضعفين. انسي مسعود، انسي. اليوم ورا الدوام نطلع نتغدى سوا عند الخوش مطعم. ما اقدر. لازم تقدرين. اذا اقول لك راح تقعد نتفاهم على موضوع المسوده، اخاف واحد يلقيها وبعدين تتاذين. انت مو شطبة الصفر. ايه، بس مكان واثر الشطب مبين. بس لازم نقعد بمكان ونتفاهم سويه. انا خايف عليك، بعرف قلبك طيب. حبيبتي، لازم اليوم نتغدى سوا، مو؟ ما ادري. ورا الغداء نروح بفد مكان امين ومريح، انا وانتي وبس. عافية، أنا دايخة، قلبي دا يدق. أنا لو بس أبكي كان ارتاحيت. ما دام انت وياي ما اريد اشوف دمعه واحده تنزل من عينك. شوف اقول لك، انا ما اتحرك من هذا المكان مستحيل. راح ابقى مشتول بهذا المكان الى ان يجي المدير ويقابلني ويحل مشكلتي ويرد اعتباري. استاذ مسعود، ارجوك تفهمني. افهم شيء واحد، اخي المدير هو الوحيد اللي يعرف عن قد مخلص ودقيق. المدير هو الوحيد اللي يقول كلمته ويعلن براءتي. اخي كل دقيقه تمر علي دا احترق مدى انام الليل. ابويا انت ليش حاجز بيني وبين المدير؟ استاذ مسعود، صدقني انا مو طرف بالموضوع، وارجوك ان تفهم قصدي. قصدك احتفظ بنفسك. اخويا انا اذا ما قابل المدير اليوم اطق اموت. استاذ مسعود، اكرر كلامي وارجوك تفهمني. السيد المدير ما موجود وما راح يجي، لا اليوم ولا باكر ولا عقبه. لا اليوم ولا باكر ولا عقبه؟ شنو بطل؟ لا، سافر الفرعنه بالموصل. سافر 3 ايام بالموصل؟ واني اعتباري حقش.